في بنت بتتفرج علينا دلوقتي ممكن يكون مديرها عمل لها حاجة، ولكن هي مش عارفة أول خطوة تاخدها إيه. يعني هي ممكن تفكر أنا هطلع على السوشيال ميديا وبهدل الدنيا، وده هيأذي قضيتها. أول حاجة تيجي في مخي إزاي أحمي نفسي وحافظ على الدليل. أي حاجة ممكن تثبت حدوث الواقعة دي، صورة، كاميرا، لو جاتني رسالة نصية لازم أخد منها سكرين شوت وأعمل منها سيف أز في ملف وأحفظهم، علشان خاطر ممكن تتمسح في أي لحظة، ممكن معرفش أسترجعها. لو في كاميرا في المكان وقدرت أتحصل على المحتوى بتاعها، أو قدرت أصور المكان اللي موجودة في الكاميرا، لأنه ممكن يكون تغيير مكانها، أخد صورة لقطة للكاميرا موجودة في أي مكان بالظبط. لو في حد من زملائي اللي حضروا واقعة التعدي أو التحرش بيا ومستعد إن يشهد معايا، فما استناش لما نروح المحكمة وأعمل بلاغ، ممكن أخده الشهر العقاري وأسجل الشهادة بتاعته وأحفظها، وأول ما يحتاجوها أقوم مقدماها عشان لو سافر أو اتنقل أو اتخذ ضده أي إجراء. أهم شيء السرية في الأول، إفصاح عن إني هتخذ إجراء قانوني ممكن يدي حذر للجاني. الحاجة الأهم كمان إن أنا أستشير حد متخصص